السلام عليكم. النهارده هنحاول نتكلم مع بعض عن صينية آلات جراحة. بنسميها صينية الموسكيتو. صينية آلات صغيرة بنحاول نشتغل بيها الحاجات السيمبل، زي مثلا كاربال تانل اللي يعني تسليك أعصاب، أو مثلا عندي كيس زلالي، كيس دهني مثلا، بخيط جرح مثلا، أو مثلا بوصل وتر أيا كان. الحاجة البسيطة اللي مش مستاهلة آلات كبيرة يعني، عشان نعرف نكنترول على الفيلد بتاعنا. فعندي هنا الصينية اللي بحط فيها الآلات بتاعتنا. بيكون معايا جفنة عشان احط فيها بتادين واعقم. معايا يد مشرط صغيرة، ماشي. يد مشرط كبيرة للمشرط الكبير. بيكون معايا ماسك ابر صغير، ماسك ابر حجمه صغير عشان اقدر كنترول على الابرة وانا بخيط. بيكون معايا حاجة اسمها توزد بسن اهو، يعني توزد. يكون معايا حاجة نون توزد يعني بدون سن. يكون معايا بعد كده ديسكتور يعني مشرح. يكون معايا موسكيتو، يكون ستريت في منه الكيرف. ده موسكيتو كيرف. يكون معايا كوخر. كوخر كوخر يعني بسن، او جفتي بسن من قدام يعني كوخر. يكون معايا مباعد شوكية صغيرة، ما اسمها مبعد شوكي عشان بيبقى شكل الشوكة مبعد شوكي. معايا ارتري خلاص. يكون معايا مقص ديستكشن للتيشو، قص بيه التيشو. ومعايا مقص غرز عشان اقص بيه الغرز، مقص غرز. ده اسمه باكوك. حبيت مثلا اشتغل مثلا لبومة كيس، كيس دهني ولا حاجة، حبيت امسك بيه الكيس نفسه بيبقى سوفت كده معانا. اوكي، حبيت مثلا اعقم بيه مش مشكلة، هكذا يعني. طيب انا قلت مسمى بسرعة بناء اللي انت اتفرجت على فيديو آلات الجراحة اللي احنا شرحناها قبل كده. فلو انت ما كنتش جمعت معايا انا قلت ايه النهارده، روح اتفرج على فيديو آلات الجراحة، هسيبهولك في اول كومنت. لو انت على الفيسبوك ولا انت على اليوتيوب هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن وبرضه اول كومنت. انتظروا الفيديو القادم باذن الله. اشوفكم على خير. سلام.